انك تشرح لي آية يسألونك عن الخمر والميسر. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى قال إن فيهم منافع؟ مش المفروض يقول حرام وخلاص؟ شوف، أول ما الصحابة بدأوا يحسوا إن الخمر غلط سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أيوة، فيهم متعة ونفع مؤقت لأنها كانت تجارة بينهم، بس الإثم اللي فيهم بيضرب الدين والعقل والقلب، وده اللي يهم في ميزان الآخرة. يعني مش لازم ربنا يقول حرام صريح عشان أفهم. اللي بيحب ربنا يكفيه بس يعرف إن ربنا مش راضي. عارف سيدنا عمر لما نزلت آية فاجتنبوه في سورة المائدة قال: انتهينا يا رب انتهينا. سورة البقرة مش قصة عن بني إسرائيل، دي رسالة لينا. ما تبقاش زيهم تعرف الحق وتتلكك، ما تبقاش زيهم تسيب الطاعة علشان طلباتك وهواك، ما تبقاش زيهم تاخد من الدين اللي يناسبك وتسيب الباقي. في نهاية كل حلقة هنتكلم عن آية يسألونك لأنها كانت أسئلة الصحابة، والله سبحانه وتعالى بنفسه اللي رد عليهم. والحلقة الجاية يسألونك ماذا ينفقون، وسبحان الله الجواب كان عن الحب مش عن الفلوس. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا.